محمد علي في بث مباشر، بس بصراحة المصريين اللي كانوا موجودين في البث المباشر بتاع محمد علي عجبوني، ادوله كلام. اللي قعد يقول له يا خاين انت غدار انت عاوز مصالحك الشخصية، خد كمية تعليقات سلبية. ليه؟ عشان كل الشعب المصري عارفه. كان بيقول ايه بقى في البث المباشر بتاعه؟ كان بيقول ان المصريين ما عندهاش نخوة زي ما بقول لك كده، ولا رجولة. ليه بقى؟ عشان احنا ما بننزلش نخرب البلد، ما بننزلش نسمع كلامه، ان احنا ننزل نعمل ثورة. نسمع كلامك لا يا محمد يا علي عشان نخرب البلد؟ احنا مش هنخرب البلد يا محمد يا علي، ومش هنوقع البلد، واحنا في ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي ظهر الجيش بتاعنا يا محمد يا علي. مش هنسمع كلام. عادش حد بيندحك عليه. مش هنندحك علينا زي ما اندحك على الدول التانية زي سوريا والعراق والدول زي ما حصل فيها كده، زي ما ضحكتوا عليهم. انتوا جماعة مش عارف ايه. عاوز مصالحك الشخصية اللي تتم عشان تقبض علينا؟ لا، احنا مش هنديلك الفرصة دي. اسمعوا الفيديو بتاعه، شوف الفيديو بتاعه. مش هينسى، لان لو بجد احنا عندنا نخوه او في شويه رجوله. احنا ارجل منك يا محمد يا علي، واحنا فايقين وواعيين انت عاوز ايه ومصالحك الشخصيه، وعارفين مين اللي مشغلك ومين اللي بيمولك. انت معتز مطر ومحمد نصر والشله الكذابه دي اللي كله عارفها، والشعب المصري فايق. احنا مش هنوقع البلد، واحنا في ظهرك يا ريس عبد الفتاح السيسي بنعلنها، وانا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش الوطني بتاعي جيش مصر العظيم. اسمع الفيديو رقم 2 بتاع محمد علي بيقول علينا ايه. اسمع. شايفين ترامب احترم مين؟ دول الخليج، وجاء على مصر هو مش شايف. محمد علي مش مستنيين حد يحترمنا ولا حد يشوفنا، عشان احنا الحمد لله ثابتين على ارض صلبه، واحنا مش فارق معانا اي حاجه. احنا الدوله الوحيده اللي في الموجوده اللي في المنطقه كلها اللي واقفه لحد دلوقتي صامده على رجلها بقوه ربنا وعظمته معانا وبقوه جيشنا. حاسب حاسب، اوعى تغلط في مصر. مصر خط احمر، مصر خط احمر. تحيا مصر. بيقول ان امريكا مش شايفه مصر، وامريكا شايفه الدول الخليج. الدول الخليج الشعوب بتاعها على دماغنا من فوق، اخواتنا ودمنا، بس الحمد لله مصر مكانتها معروفه حول العالم يا محمد يا علي فوق. شوف الفيديو التاني، شوفوا بيقول علينا ايه. كمل كمل. يقف قدام امريكا وقدام دول الخليج، وما يا شحاته ما ينفعش. بيقول ان احنا مش هنقدر نقف قدام امريكا ولا قدام دول الخليج، وبيقول علينا شحاتة ما ينفعش. لا، احنا مش شحاتين يا محمد يا علي. شفتوا محمد علي اللي بيدعي الوطنية وبيقول ان هو بيخاف على مصر وعاوز مصلحة مصر، بيقول علينا ايه؟ ان احنا مش قادرين نقف قدام امريكا ومش قادرين نقف قدام دول الخليج، مع ان الحمد لله ما فيش مشاكل وكل علاقاتنا جيدة بدولة امريكا والدول العربية الحمد لله كلها. طيب يقول علينا شحاتين؟ انت اللي شحات يا شحات. شوف مين اللي مشغلك يا محمد يا علي وفوق لنفسك. احنا الحمد لله هنفضل ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس عبد الفتاح السيسي لو نزل الانتخابات مره هننتخبه، والتانيه هننتخبه، والتالته هننتخبه، رغم عن انف الحاقدين، رغم عن انفك وانف اللي مشغلينك. شوف اللي مشغلينك اللي بيقبضوك بالدولارات. اجري انت والشله بتاعك الفاشله، جماعه الاخوان مش عارف ايه فوق. احنا مش شحاتين. اطلع الحس لمؤاخذه مش عارف ايه. اطلع. تحيا مصر، يحيى الجيش المصري العظيم. احنا بندعمك يا ريس، احنا بندعمك يا جيش يا عظيم يا بتاعنا. بندعم الجيش الوطني بتاعنا. انا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.